يعيد أو يأخر ظهورها؟ يأخر ظهورها إذا كانت دائما البشرة تكون نظيفة. طبعا يعتمد بعد على السوائل، الفواكه اللي فيها فيتامينات، لازم تكون ملتزمة بوجباتها، النوم المبكر، وما في بشرة تتم على نفس الحالة. نعم. ممكن أنا كان عندي زبونة يعني تقريبا 6-7 سنوات، فكل ما تي ألقى بشرتها غير، هذا كله بعد يرجع للهرمونات. يعني ولا شيء من اللي قلتي، لا النوم مبكر ولا التنظيف العدل قبل وبعد ولا الفواكه ولا الخضروات انا اسوي، ولا شيء من اللي قلتيه اسوي. برافو علي، اعطيها شهاده. انزين، وبعد المكياج ليش لازم ننظف؟ لان المكياج يعمل طبقه نعم على المسام، واذا انت نمتي فيه المسام ما يقدر يتنفس بالراحه. صح. قبل لا مثلا 10 سنين بعد تجيلك الشيوخه، الصبح قاعدين تلقين نفسك صايره عجوز. يعني بعد 10 سنين عطيتيني موعد. طبعا لا. من هنا ل 10 سنين، اوكي الله يبشرك بالخير. انزين لا بس واجب انه يكون كل مره من بعد المكياج اذا رجعت البيت تغسل وجهها، يكون افضل يكون التنظيف بالماء البارد عشان يسكر لنا المسام. نعم. انزين احنا اليوم الموديل ايش راح نسوي لها نوره؟ راح ننظف بشرتها. احنا حاولنا من الجهاز اللي عندنا تعرفنا على نوعية بشرتها. طبعا عندنا انواع من البشرة، عندنا بشرة دهنية اللي دائما تكون لامعة وناعمة وتكون طرية، هذه لازم تكون اقل شيء باليوم مرتين غسول في الماء والصابون، خاص لهذا النوع البشرة، لأن المسام يفرز إفرازات دهنية غير طبيعية أكثر من الطبيعة يعني. الغسول طبي ولا اللي عندك أعطيتيني من ذا؟ والله يعني الغسول الطبي يرجع لنوعية الفرد، يعني شنو اللي يختار من أي. الحين عندنا مستحضرات ما شاء الله عليه في الخليج يعني وايد. نعم. وهذه يكون هم خبراء التجميل اللي خاص للبشرة، لما تدخلين صيدلية أو معرض أكيد راح هم يساعدونك باختيار اللوسيون أو الصابون اللي تكون خاص للبشرة الدهنية. نعم. احنا وايد نتواجه مشكلات مشاكل يعني حق البشرة الدهنية بالمكياج. عند التوزيع الكريم يعني ما يثبت مرة عليها. صحيح. وفي أشياء لازم نسويها قبل لا نتعامل مع هذه البشرة اللي هو غسيل يكون بالماء البارد. عندنا مسحات الكحول اللي في الصيدلية تسوي طبقة بين البشرة وبين طبقة الكريم المكياج. ووايد يساعد انه يسكر المسام على اساس الافرازات لا تكون تأثر على الكريم الاساسي. صحيح. طيب واحلى شيء اللي بالبشره الدهنيه ان الشيخوخه ما تجيلها مبكر. طيب نورة، البشره الجافه شو نسوي فيها؟ انت مساعد ذكرتي لنا البشره الدهنيه وشلون نعتني فيها او نحضرها للمكياج. البشره الجافه، البشره الجافه تكون اكثر بشرات الحساسه. نعم. ملمسها يكون شويه جاف، وفي عندنا حالات اصعب من الجاف يعني اللي تكون الحين كل السيدات قاعد يسوون بيلينج ويتعرضون لهذا الشيء اللي بشرتهم تعطي طبقة جافة جدا نفس صدف السمك. وهذه لما تيجي للمكياج لازم نسوي لها قبل المكياج جلسات. طبعا البشرة الجافة معرضة للشيخوخة مبكرا جدا. لازم تستخدم لها لوسيونات مرطبة أو من الزيوت القنية على أساس تعالج طبقة داخلية. البشرة الجافة نقدر الجلسة يعني إذا دخلت عندنا واحدة في الصالون بشرتها كانت جافة، أسرع شيء اللي عندنا زيت الجليسرين عند كل صيدلية، ما في صالون يما ما في صيدلية، مع قطرات من الليمون الطازج نحط على بشرتها ويساعدنا قبل المكياج
عشان يشيل الطبقة الجافة. انزين، البشرة المختلطة انت فحصتي بشرتي قبل لا نبلش وقلتي لي ان بشرتي مختلطة. ما قاعد تأذيك وايد بالمكياج؟ لا انزين شوي مو وايد. اي شوي. انا ادري انك تقولين كذي. فشلون نعتني فيها قبل المكياج؟ البشرة المختلطة هي نوعا من الدهنية والجافة. طبعا من خلال دوراتي في المكياج في كريمات عندي اخلي على اماكن الدهنية، في كريمات على نفس الارقام احط على اماكن الجافة. نعم. وهذه كانت بالنسبة للمتدربات وايد صعبة، اللي شلون يخلطون هذه مع هذه. نعم. بس الحمد لله نجحنا وتعلموا شلون يعني يكونون يتصرفون بهذا النوع البشرة. راح نسوي هذا الشيء عملي نورة في الحلقات أكيد إن شاء الله. عندنا 5 حلقات. نعم. حق دورات المكياج، تزقير وتكبير، وشلون نتعامل قبل المكياج اللي هي الحين قلناها تقريبا، وتزغير وتكبير، الخشم والشفايف والشفايف وقياسات العين. هذا كله ان شاء الله بالجلسات الجايه. انا تحت امركم. انزين، نبلش نورة تحضير البشره اليوم ان شاء الله. يلا، شو نسوي اول؟ اوكي ستارت حبيبتي. نورة بس لو تخلين يعني ليش ما خليتي بالك ويانا علشان نعرف ايش قاعد تسوي. هذا شنو الحين؟ سكراب. صنفرة. اي صنفرة حق تنظيف الطبقة. نعم. الميتة. نعم. طبعا غسلنا الماء بارد، غسلنا البشرة بالماء البارد. صحيح. نظفناها. نعم. بعدين حطينا عليها السنفرة. نعم. عشان تشيل الطبقة الميتة من الجلد. نعم. طيب الصنفرة ما تضر الجلد نورة؟ كثرتها بلا. كثرة الاستعمال. كثرة وفي صنفرة للجسم وصنفرة للوجه اللي تكون ناعمة وخشنة؟ اي طبعا صنفرة البشرة تكون وايد الحبيبات اللي فيها انعم من انعم من الجسم. الجسم تكون شوي خشنة، أكبر وأخشن. شوفي أعرف بكل شيء بس ما أطبق ولا شيء إلا لما أجيك وتغصبيني تسوي لي الأشياء. ما غطيتي عيونها. دائما اذا نبي نستخدم السكراب نغطي العيون. نعم. نغطيها بقطن. نعم. منقعه بماي البارد، واذا يكون عندنا من زهرة البابونج نقليها كتير حلوة وتعطي راحة حق العين. ننقعها بعدين بزهرة البابونج؟ لا، هي زهرة البابونج نسويها نفس الشاي. نعم. ونخليها تكون باردة جدا. نعم. ونحط القطن فيها ونغطي العيون. طيب احنا نخليها تصنفر الوي نورة. نطلع فاصل مع المشاهدين ونتواصل مع تنظيف البشرة.